هجاوب دلوقتي على اهم الاسئله اللي جات لي عن الدايت وكده. اول سؤال: ازاي انضف جسمي؟ السؤال ده ممتاز جدا 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 وحلو قوي قوي. اكتر حاجه تنضف جسمنا من كل السموم اللي هي فيها هو الصيام يا جماعه، الصيام الجاف مش الصيام المتقطع. تبقى حاجه ممتازه جدا ان انا اصوم يومين في الاسبوع. مفيش حاجه بتضاهي الصيام. الديتوكس حلو قوي، بينزل الميه الزياده، في مشروبات بتغسل الكلى والكبد وكل الكلام ده. انما الخلايا التالفه وكل حاجه بايظه جوه، مفيش حاجه تضاهي الصيام. آه، اي حاجه تنظف الجسم غير الصيام. ربنا سبحانه وتعالى يعني شهر رمضان ده احنا بندخل، بيبقى رحمه لينا من ربنا. بندخل شهر رمضان جسمنا كله مليان سموم ومواد بلاوي زرقاء، وبنخرج من رمضان كأننا اتولدنا من جديد. كل المواد المش كويسة اللي بتروح في الصيام. الصيام اكتر حاجة بتنظف الجسم كله، كأنه غسيل كده، كأننا رحنا كده فتحنا جسمنا وغسلناه وطلعنا كل الخلايا التالفة وكل حاجة وحشة ورميناها. فلو انت تقدر تصوم يوم على الاقل او يومين في الاسبوع صيام جاف، يكون حاجة ممتازة جدا جدا جدا. تاني سؤال بقى، هو لحد في مقولة شهيرة كده كنا بنسمع عنها زمان، اللي هي تفاحة واحدة في اليوم تحميني من زيارة الطبيب. هل المعلومة دي صحيحة؟ هو الحقيقة ان التفاح قيمته الغذائية عالية جدا، بيحتوي على الحديد في نسبة الياف عالية جدا، بيحتوي على مضاد اكسدة فبيحمي صحة القلب. الالياف اللي فيه دي بتحسن حركة الامعاء وبتكفيني من الامساك. في مغنيسيوم، في حاجات بيعالج الانيميا، في حاجات كويسة قوي قوي قوي. القيمة الغذائية بتاعت التفاح. بس هل التفاحة واحدة تحميني من زيارة الطبيب؟ لا يا جماعة، دي مقولة شائعة ومقولة خاطئة. اصل انا ما ينفعش ابقى خاربة الدنيا فاست فود وخروجات واشرب سموزي مش عارف ايه وايه 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 واجي اقول هاكل تفاحة كل يوم كده جسمي هيبقى تمام خالص ومفيهوش اي حاجة. لا مستحيل. التفاح على القرفة ممتاز، فانا ما اخربش الدنيا وانتظر ان مفيش حاجة واحدة هتخلي صحتي كويسة. اسمه لايف ستايل، اسلوب حياة، اسلوب حياة متكامل، من ديتوكس للصيام لاكل صحي لحاجات فيها انتي اوكسيدانت مضادات اكسدة. كل ده بيبقى مع بعضه يديني صحة تمام، للرياضة يديني صحة حلوة قوي. انما حاجة لوحدها مفيش حاجة لوحدها وامشي مبهدل الدنيا فاست فود وي 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 لا. بس كده. بيسألني عن مشروب لزيادة الوزن، هقولك سموزي تعمليه. في افكار كتير، هقولك العناصر وانتي بقى اخلطي الحاجات اللي انتي بتحبيها. ممكن اجيب موزتين مثلا على 7 تمرات على شوفان واخلطهم واحط مثلا زبيب او احلي بالعسل النحل واخد كوبايه بعد كل وجبه. ممكن اعمل سموزي افوكادو، احط الافوكادو على مكسرات، برضو على زبيب او تمر او شوفان، وبرضو اخد كوبايه كل وجبه. كل الحاجات دي الفول السوداني، او احط معلقه زبده فول سوداني او اي نوع، او في دبس التمر. دبس التمر برضو قيمته الغذائيه عاليه جدا. تحطي المكونات وتخلطيها وتاخدي كوبايه بعد كل وجبه هيساعدك. في سؤال تاني بيقول هو الفلامنكو ينفع في الدايت؟ ينفع عادي، وسعراته قليله 150 سعرة حرارية، يعني ممكن اخدها مكان كسناك. بس طبعا ما كترش منه عشان هو حاجة انهيلسي، احنا عشان ماشيين بمبدأ 80-20 فبنخلط الحاجة. انما لو هو في حد ذاته حاجة مش صحية بس سعراتها قليلة نقدر ناخد منها. ممكن ناخد السناك مثلا الفاكهة او الخضار او الحاجة الصحية مع كام واحدة منه، انما يعني ما نحاولش ندمنه بقى، عشان طبعا برضو في مواد حافظة وفي حاجات مش الطف حاجة. هل المانجا تنفع في الدايت؟ نفسي اعرف مين اللي مطلع السمعة السيئة دي على المانجا. طبعا يا جماعة تنفع في الدايت، اي حاجة طبيعية ربنا خلقها تنفع. المانجا من الحاجات اللي قيمتها الغذائية عالية جدا. المانجا فيها فيتامين سي، فيها مغنيسيوم، فيها بوتاسيوم، فيها الياف، مش بترفع سكر الدم، مؤشرها الجليسيمي كويس، سعراتها كويسة. حصتي منها في اليوم هو نص الثمرة، ما اكترش عن كده. اخد حصتي منها وكلها عادي جدا، مفيش منها اي مشكلة. وفيها مضادات اكسدة قيمتها، وفيها الياف كويسة، قيمتها الغذائية عالية جدا جدا، وبترفع كمان معايا هرمون السعادة. فليه ما اخدهاش في الدايت؟ يعني اللي بيعاقها في الدايت. فناخدها، بس طبعا ناخدها بحرص بالكميه اللي المفروض ناخدها بيها، لان في ناس لما بتفتح وناخد بالنا، لان هي بتعمل املاح. وللاسف السوق المصري دلوقتي في ادويه كتير قوي ناقصه، وخصوصا ادويه الاملاح. عشان ما ناذيش نفسنا نحاول نسيطر على الدنيا.